الكريم من الوصايا في أهل الكتاب حتى كأنهم مضمونون في ذمتنا، كأن حمايتهم مضمونة في ذمتنا، فلا يفاصل علينا أحد. نحن أمة مسلمة ولم نتنازل عن الإسلام لأي سبب من الأسباب. يا معشر الذين يمكن أن ينازعوا في هذا القول، العهد المظلم الذي مضى كان فيه كل الأحزاب ممثلة إما في المعارضة وإما في الحزب الوطني. الأحزاب جميعا كانت ممثلة، الغائبون فقط عن أي حزب معلن هو التيار الإسلامي. وعلى ذلك فلو أنصفتم لا يحمل من أوزار العهد الماضي المسلمون يعلم الناس أن الإيمان ليس دعوة وليس مجرد كلمة في الديانة في البطاقة، إنما الإيمان هو ما شرح الله عز وجل. يا هؤلاء أنتم جميعا كنتم شركاء بنسبة معينة، على الأقل كنتم في أحزاب المعارضة. أما المسلمون فأين كانوا؟ الذين كانوا في السجون كانوا في السجون، والذين في خارج السجون كانوا مضطهدين، لا يؤخذ لهم برأي ولا يسمع لهم قول. وأخوكم حجة على ذلك، ما الذي حال بيني وبين هذا المنبر 15 عاما؟ أي جريمة كنت قد ارتكبتها في حق ذلك البلد أو في حق ذلك النظام حتى أكون، وما أنا إلا يعني شيء خفيف. لست من الذين صودرت أموالهم، ليسوا من الذين نفقت لهم التهم وسجنوا بها، لكن هكذا كانوا. فنحن أمة مسلمة، وبالديمقراطية أمة مسلمة. الديمقراطية معناها أنه إذا كان هناك 51 في جانب و49 في جانب آخر أخذ بجانب 51 مع هذا الفرق المحدود، فما بالكم ب95 إلى جوار 5%، بعضهم عقلاء لا ينكرون على المسلمين إسلامهم. ديمقراطية لها شروط فلا تسمى ديمقراطية، كديمقراطية السادات لا أنياب. كان السادات يقول عن ديمقراطيته إنها ديمقراطية لها أنياب، ما عرفنا ديمقراطية لها أنياب. والديمقراطية اليوم لها شروط، فالديمقراطية بشرط ألا تكون هناك أحزاب إسلامية. شرط، إذا كان شرطا فقد فقدت الديمقراطية قيمتها، لكن هكذا يصطنعون ما يشاءون. إذن فالمقصود هو الإسلام، تحية الإسلام، ليس الإخوان فقط، وليس السلفية فقط، وليس ما تتشدق به وسائل الإعلام، إنما الذي يكرهون مع الأسف هو الإسلام. والإسلام غالب لأنه الحق وليس بعد الحق إلا الضلال، غالب لأنه دين الله، والله سيظهر دينه ولو كره الكافرون والمشركون. أيها الأحباب، أعتقد أننا كمسلمين
لن نتنازل عن إسلامنا لو سقطت السماء على الأرض، وأنه على الذين يريدون أن يضعوا دستورا غير الدستور وأن يلعبوا بالاستفتاءات التي مضت وأن يلتفوا على الثورة وأن يعقدوا لقاءات وطنية كما يزعمون، وهي لقاءات للحزب الوطني، لقاءات يؤمها يحيى الجمل الذي ما كفاه أن يعيب الله عز وجل حتى يتسلط بالسفاهة على المسلمين. لا، لن يكون ذلك أبدا. سفاهته على المسلمين يريد أن يلغي الاستفتاء الذي كان. لماذا؟ لأنكم أميون لا تعلمون شيئا، إنما هو أمثال الصفوة الذين يعلمون. ينبغي أن توزن أصواتكم بأصواتهم، ينبغي أن يكون صوت الواحد منهم بأربعة منكم. هكذا يحتكر الشعب ويريد الشعب أن يقبله. ونحن نطالب من هذا المكان المجلس الأعلى للشؤون العسكرية أن ينحي هذا الرجل وأن ينحي أمثاله مما بقي من المحافظين، بل أن ينحي المجالس المحلية كلها التي هي أوكار وبئر للفساد. نحن في حاجة إلى أن نستقر. طال بنا الانفلات الأمني، طال بنا تعطيل المصالح، لم نجني بعد ثمرة ما سقط من أجله شهداء وجرحى وتعطلت من أجله مصالح. نحن في حاجة إلى كل دقيقة، إلى كل ساعة، وفي الوقت ذاته في حاجة إلى أن يعي المجلس الأعلى والوزارة القائمة مطالب هذا الشعب، وأن ينفذ الاستفتاء الذي تم في أربع شورى لم يسبق لها نظير في مصر من قبل، أن يكون استفتاء نزيها على رغم ما حشد له من تيارات أخرى. فلقد صدق الناس ما عاهدوا الله عليه وخرجوا يؤدون الشهادة لله عز وجل. أيها المسلمون، نحن نطالب